مساء الهنا والجمال على متابعين أفلام بسمة للقصص الكاملة في كل مكان. معاكم بسمة رجب. الشيطان قبل الذنب ليه وظيفتين، وبعد الذنب ليه وظيفتين. قبل الذنب يصغر لك الذنب ويكبر لك رحمة ربنا، وبعد الذنب يكبر لك الذنب ويصغر لك رحمة ربنا. ليه؟ عشان تيأس، فإياك إنك تقنط من رحمة الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وعاوز أقول لكم إنكم وحشتوني أوي 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 من القصة اللي فاتت، وجاية لكم النهاردة بقصة جميلة جدا 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 جدا. أتمنى من الله عز وجل إنها تعجبكم، لأن ده العادي بتاع الكاتبة الجميلة المبدعة والمتميزة سماء أحمد. في البداية تعالوا بينا ناخد 10 حسنات ونترفع في الجنة 10 درجات، ويتمحي من صحيفتنا 10 سيئات، ونصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبفكركم يا حبايب قلبي بسمة، لو القصة النهاردة عجبتكم فرحوني وفرحوا قلبي باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. ويلا بسرعة 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 نسمي الله. كانت بطلتنا واقفة في حتة ما فيهاش حد، وعمالة بتحاول ترن على حد من عيلتها، بس الشبكة مش بتجمع، فقعدت مكانها تعيط. ما كانش يومك يا لوزة، ده مفيش حتى كلب معدي بالصدفة كده يشوفك. يا ناس يا ناس الحقونا، انا تايهة يا ناس. رنت على واحد بالغلط وفجأة لقيته جمع. زين يا حبيبي، زين يا ابن عمي، زين انت سامعني؟ عايزة ايه؟ هعوز منك ايه؟ هو انا بشحت منك؟ انا تايهة. وانا مالي؟ مالك؟ انت واحد مش جدع على فكرة، وانا هدعي عليك. روح منك لله يا اخي. سلام. زين استنى بالله عليك، طب ابعت ماما او اي حد، قول لها بنتك قدرت تعتمد على نفسها وتمشي لوحدها وتتفسح، خليها تيجي تاخدني بقى علشان انا تهت. رني عليها. مش راضي يجمع. قال ايه؟ ما جمعش غير معاك. حاجة اخر قرف يا اخي والله. تمام، طالما اخر قرف ما ترنيش عليا تاني. لا خلاص انا اسفة، انا عيلة في كلامي. هتعتب على عيلة زيي؟ منع ضحكته وكان بيحدد موقعها، وبعد فترة راح مكانها. تمام، هو انت في حتة مقطوعة؟ ايوه. طب على فكرة بقى، الحتة دي بتيجي منها صوت كتير، حاسبي بقى اسد ولا حاجة كده يتناولك. يتناولني؟ يعني ياكلني يعني؟ صح؟ يا لهوي يا مستهوي، يا خراشي يا نقراشي، الحقيني يما. فضلت تندب وقامت تتحرك في المكان وتصرخ زي المجنونة، وهو كان معاها على الخط واقف بعيد عنها وبيضحك عليها وحاسس انه شمتان فيها. وبعد دقايق نزل من العربية وراح لها. يا عبيطة، هو الأسد هيجي هنا يعمل ايه؟ بيتفسح زي جايز. الحمد لله انك جيت، يا رب يطلع وياكلك بقى عشان انا مش بطيئك. والله سيبك وامشي وما تفرق بالنسبة ليا. حبيبي يا زينو، اهون عليك يا ابن عمي. لا ما هونش، يلا نرجع. قالت كده وطلعت في عربيته، وهو ضحك وركب ورجع على بيتهم. بقولك ايه يا زين، هو انت جيت ليه؟ ما كنتش اجي يعني ولا ايه؟ انا اقصد يعني مش وراك شغل؟ المفروض ما تجيش، بس مش عارفة ايه اللي جابك. انت بتتهرب من الشغل صح؟ خلاص، انا هبقى بنت عمي طيبة ومش هقول لعمي. تمام. طب بقولك ايه يا زين، هو ينفع يعني ينفع يعني؟ خلاص يقولي، ما تقولش لماما علشان ما تهزقنيش. هقول. تصدق بالله انك بارد، نزلني حالا بالا، انا مش هروح معاك، يلا نزلني. وقف زين العربية بهدوء. اتفضلي انزلي. ايه الحركة اللي بتخلو من قلة الجدعنة دي؟ مو معقول يا ابن عمي. اسمي زين. زين؟ اسمك وحش، غيره. خليه زنوسي. كر 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 وهتك يا ضحك. رجع انه يسوق تاني وما ردش عليها، وهي فضلت تلغي لحد ما حد رن عليه فرد وكلمه. وبعد شوية قال: مش معقول، انا مش السواق بتاعكو. جاي يا احمد. قفل معاه وراح المطار. وده كان اخو زين الصغير، هما عيلة مكونة من اخين، واحد بابا زين واحمد، والتاني مخلف رهف ورامي. فرهف قالت بفضول: احمد ابن عمي جاي؟ احلف كده، اكيد لسه حلو صح؟ عيب كده،
لا مش عيب على فكرة، نعمل ايه؟ هو اللي قمر وحضوره بيغطي على كل حاجة. تمام، كفاية بقى. لا مش كفاية بصراحة، أنا معجبة بيه، لو بيدور على عروسة ابقى لمحله. رهف زعق فيها وهي سكتت. عدى ثواني وما قدرتش وقتها إنها تسكت أكتر من كده. عايز ايه من زفتة؟ انت بتزعق ليا ليه؟ انت غيران عشان هو أحلى منك، قول كده بقى، قفشتك. اخرسي بقى. مش هخرس، أحمد القمر جاي، أحمد السكر. سكتت أول لما شافته جاي وسلم على أخوه، فقاله بهزار: مين؟ ما تقولش إنك حبيت كده برضو تخبي عليا. لا أحب مين؟ أنا مش بطيئة أصلا ولا أعرفه، صح يا زين؟ إحنا مش بنحب بعض. كفاية بقى. زين كان متضايق جدا من كلامها، وأخدها هي وأخوه، وطول الطريق بتبص لأحمد وبتتكلم معاه. وصلوا على بيتهم الكبير، وبعد سلامات وترحيبات كبيرة مامتها سألت: ما قلتيش يعني إنك رايحة مع زين؟ أنا ما كنتش رايحة، بس هو اللي كان مصر عليا، صح يا زين؟ لا مش صح، اتقي اللي انت عايز مني ايه؟ ما ردش عليها وسابها ومشي وهي بتكلم نفسها. فراحت وراه ودخلت الأوضة من غير ما تخبط. زين، انت بتكرهني ليه؟ مش بكرهك. طيب مش بتكتب عشاني ليه؟ زين أنا أختك والمفروض انت مش أختي يا رهف، واطلعي برا، عيب تدخلي أوضتي بالطريقة دي. ماشي مشكور، عايز حاجة؟ سلام عليكم. وقف يتفرج عليها، مشيت خطوتين ورجعت. انت مش هتمسكني وتقولي مش هتطلعي من اوضتي زعلانه؟ لا مش همسكك. ليه؟ حبيني شويه، ده انتوا ما عندكوش بنت غيري. احسن برضو. ايش تقصد بكلامك هذا؟ ما ردش عليها، فهي اتغاظت وربعت ايديها. كده برضو؟ تمام، يبقى اضراب. قالت كده وقعدت على الارض، وهو ندها على مرات عمه: يا مرات عمي تعالي. وفي دقيقة كانت طالعة على برا، وهو ضحك عليها وقعد على السرير. يا مجنونة لو تعرفي اللي فيها. ربنا يهديك وتعقلي. غير هدومه وطلعت وهي كانت بتاكل خيار. توت 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 توت، شد حيلك يا كتكوت. رهف أنا مصدع مش ناقص. طب توت توت. باباها جه وزعق فيها: ما تضايقيش ابن عمك يا رهف، عيب كده، وبعدين بتدي فكرة وحشة عنك لأحمد. أحمد القمر؟ أوه ماي جاد، أنا حقيقي أسفة يا أحمد باشا. أسفة؟ أنت على فكرة عمالة بتضايقي زين، مش بتضايقني أنا نهائي. زين؟ زين ده أنا بكرهه. زين ما ردش عليها وخرج يقعد في الجنينة. باباها زعق لها وكالعادة تجاهلت وطلعت تقعد جنب زين بهزار. الجملة وجعت فيك قوي؟ لا مش مهتمة أصلا، لا حبك يفيد ولا كرهك. قلت لي، بس انت طلعت برا ليه؟ عايزة ايه من أحمد؟ أنا بهزر وبس، وبقعد أعاكس على فكرة، بس أنا عارفة إن ده غلط. خد الكبيرة بقى، ده حرام أصلا. الحب مش حرام، أنا بحب زميلي في الكلية وعايزة أتجوزه، هو بصراحة أحلى منك وأقصر منك، وضحكته قمر عنك جاتك قوي يا شيخة، اسكتي بقى. الله، ليه المعاملة الغير آدمية دي؟ عشان انتي واحدة مستفزة. زين. نعم. فاكر لما جيت ليك في نتيجة الثانوية العامة وكنت مبسوطة قوي؟ لا. أحسن برضو، أنا أصلا حلم حياتي تنسى اليوم ده بأي شكل من الأشكال. ما ردش عليها وهي دخلت لجوه، وافتكر لما كان قاعد قدام اللابتوب بيبص على نتيجتها ومبتسم وحاسس إنه فخور بيها. فلاش باك جت في الوقت ده وقعدت جنبه. بكرة بقى الباشمهندسة رهف، خليفة المهندس زين. أيوة، ووقتها هديكوا كل خبرتي، ما تقلقيش. اوعى بقى. زين أنا عايزة أقولك حاجة. اتفضلي يا ست رهف، كل أذان صاغية لرغي مش مهم منك أنا عارف. ضحكت جدا وبصت له. انت عارف ان انا بحبك؟ طب ما انت عارفة ان انا بحبك قوي زي اختي. اختك؟ لا انت فهمت غلط. زين انا بحبك حب بجد، انا استنيت لحد ما النتيجة طلعت عشان اقولك، واقولك اني اهو استهلك، صح؟ زين هو انت ليه مش بترد عليا؟ انا مش عايزة اجرحك يا رهف، بس ما تقوليش كده تاني، لان اللي حاسة بيه ده مش حب، ده مراهقة، وانت لسه صغيرة على كل ده. يعني انت بترفضني يا زين؟ أنا مش عارف أقولك إيه. واليوم ده زعلت جدا وفضلت تعيط وهو معرفش يسكتها، فقام وسابها. باك. ومن اليوم ده كان عايز إنه يرد الاعتراف، بس حس إنها أصغر من كده بكتير، بدليل امبارح كانت بتحبه والنهاردة شايلاه من أرضها. دخل لقاها قاعدة مع أحمد وبيهزروا سوا، فنده عليه: أحمد. إشنو؟ جيت يعني أهو.
بقولك ايه، سيبك منه، ده مفرق الجماعات وعيل غلس اصلا. عيب تقولي كده على اخونا الكبير. بلا خونا بلا جزر. زين سمعها ومن غيظه شال المخدة من الصالون ورماها في وشها، فصرخت وزعقت: حاسب يا طور اني جالسة. لم لسانك بدل ما اعرفك. ولا تقدر. لسه هيقرب منها فجريت من قدامه وراحت اوضتها. تاني يوم قامت الصبح وكانت واقفة قدام الجراج وبتشاور بإيديها. زين جه وبص حواليه. هو انت بتعملي ايه؟ بشاور لأي عربية طالعة من الجراج تاخدني معاها. سيبك مني. انت عاقلة؟ أيوة طبعا. استنى بس يا جدعان يلي في البيت، بنت وحيدة أهلها مستخسرين فيها حتة عربية عايزة تروح الكلية. الله يسامحكم. يا سلام، صعبت عليا. تعالى وصلك. ايه ده؟ بجد؟ طول عمري بقول عليك ان انت الابن العم المفضل عندي. راحت معاه وهو تجاهل الرد عليها. وصلها الكلية وشكرته، وبعدين نزلت لقاها راحت عند مجموعة بنات وشباب ووقفت تهزر مع واحد كان متابعها وحس انه متضايق جدا، فساق العربية وراح على شغله. ويوميها بالليل كانوا قاعدين كلهم ووقفت: احم احم سيداتي سادتي الكرام، انتباه لابنتكم الحبيبة المتفوقة الحلوة الكيوتة الأمورة كفاية بقى يا بابا، على فكرة زين ابن أخوك بيغير مني موت، أصلا بيقول يا كيوتايا يا اللي اسمك رهف، أنا بغير منك قوي. أنا؟ أيوة، ما تحلفش إنك ما قلتش عشان محدش هيصدقك يا كداب. أنا؟ أيوة. المهم يا جماعة، أنا جايلي عريس. كلهم بصوا لبعض، فزين قال لها بحدة: مين تعيس الحظ ده؟ أنا قلت بما إننا عيلة أقول لكم كلكم، بس هحكي ليك أنت يا بابا. قعدت معاه وكانت بتتكلم وبتشكر في صديق ليها، فزين زهق جدا وقام طلع لبره وأحمد راح وراه. مش متعود منك على كده. على ايه بالظبط؟ يعني ببساطة كده هتسيب رهف تروح لحد تاني؟ تبقى غبي يا زين. أحمد، انت اتعلمت منها ولا ايه؟ لا، ما اتعلمتش حاجة، بس بصراحة موقفك مش حلو يا زين. لو عايز حاجة خدها غصب عن التخين، ما تقفش تتفرج. انت تقصد ايه؟ ما تستهبلش، انا عارف انك بتحب رهف وباين عليك قوي. زين، انا ممكن اساعدك، بس قولي بس انك عايزها. انا مش هنزل مستواي لشوية عيال. انت حر، اتفرج عليها بقى النهاردة وبكرة وبعد وهي جاية مع عيالها. ما ردش عليه، بس كان بيفكر في كلامه. جه العريس وكل الأمور كانت ماشية كويسة. عملوا خطوبة بسيطة وزين كان واقف بيتفرج، فراحت ليه ووقفت وهي بتقوله بهزار: هو مفيش مبروك ولا ايه؟ على ايه؟ انا بتخطب النهاردة على فكرة. اخدت بالي. مبروك يا كتكوتة. بس بالله عليكي، ده واحد تتخطبي ليه؟ القرد في عين امه بقى. ايه؟ لا، ده انت بجد مش طبيعية. هكدب عليك بصراحة، لما ببص ليه بحس بقهر على زهرة شباب الجميلة اللي هتتهدر مع ده. نعمل ايه بقى؟ القلب وما يريد. قلتيلي. راحت تقعد جنب العريس وهو وقف جنب أحمد. هو ده انا فكرت هتجيب حاجة مميزة عن كده اكتر. الحب بقى، حبك بورس، لا اكيد مراهقة متأخرة، هي مش بتحبه. جايز برضو، انت أدرى. ما تكلمش وكان بيبص عليها، وبعدين بص لأحمد فجأة. أحمد، أنا عايزها وبأي طريقة، يعني لازم نشد منك الكلام، ما ينفعش يعني تقوله لوحدك. يو بقى، خلاص قلت اهو، اتصرف. فلة، بس كده انت تؤمر. راح يتكلم مع خطيبها وبعدين قال له بخبز: انت بقيت من العيلة، ايه رأيك تروح تتدرب انت وعروستنا في الشركة عند زين؟ لا مش معقول. رهف قربت منهم واتكلمت بغيظ: هو ايه اللي لأ؟ هو مفكرها شركته لوحده ولا ايه؟ نعم. انا ليا حق عليك والمفروض توافق، وهتوافق وهاجي انا وخطيبي. خطيب الندامة. تمام، اللي يريحك. وفعلا راحت مع خطيبها تاني يوم الشركة يتكلموا مع زين، وأحمد طبعا كان موجود وبدأوا التدريب. زين كان واقف بيتفرج عليها. مش كده يا باش مهندسة، غلط يا حبيبتي. حبيبتك؟ طب خطيبي قاعد، قول من وراه مش قدامه. انت حقيقي مجنونة. عارفة، وأصلا أحلى ما فيا جناني، ولا هتنكره؟ لا مش هننكر، بس المهم المسطرة مش بتقف كده، لأن كده غلط، لفيها بالشكل ده. بدأ إنه يفهمها، وفجأة جت واحدة في الوقت ده: زين باشا، وراك اجتماع. تمام يا علا، جاي. استنى، أنا عايزة أفهم، لسه مفهمتش كل حاجة. مرة تانية.
زين بقولك استنى. سابها ومشي، وهي راحت وراه ووقفت قدامه. استنى هنا، ما تمشيش. أنا مش فاضي للعبط بتاعك ده، امشي من قدامي. أنا زهقانة بصراحة. لسه أول يوم، ولو مش عاجبك روحي للبتاع بتاعك ده وخديه وامشي. انت بتغلط فيه ليه؟ على فكرة بقى، حرام عليك، هو مش وحش. لا وحش، أنا مش عارف بتحبي فيه إيه. وانت مالك؟ زعقت فيه بحدة وسابته ومشيت، وهو راح الاجتماع وهو مش طايقها. أما عنها هي كانت قاعدة بتشرب قهوة وبتدور على خطيبها. جه أحمد جنبها. قاعدة هنا وسايباها زي الجاموس السايب. هو مين ده؟ خطيبك، لقيته قاعد مع واحدة وبيهزر، وزين مع السكرتيرة القمر بتاعته. ايه؟ سكرتيرته؟ انت اكيد بتهزر، زين اصلا مش من النوع ده. أكيد يعني زين محترم، بس تخيلي بقى قدام واحدة زي القمر زي دي هيعمل ايه؟ استنى، انا قايمة اشوفه. قامت وراحت ليه، فتحت المكتب ودخلت بانفعال تزعق. انت بتعمل ايه يا استاذ يا محترم؟ اخرك معايا على فكرة، هقول لابوك هخليه يقعدك في البيت. رهف بلا رهف بلا زفت، فين المحترمة اللي هنا؟ محترمة مين؟ انا في اجتماع وبجد عيب قوي كده، يلا امشي. اجتماع ايه؟ بصت حواليها واتصدمت. يا لهوي، انا حقيقي اسفة، انا فكرت انه بيدور على حل شعره، معرفش انه بيدور على اكل عيشه. سلام عليكم. قالت كده وجريت على برا، فزين طلع وراها وكان متعصب ومش طايق نفسه، واول ما شافها زعق لها. ايه الهباب اللي هببتيه جوه ده؟ انا عملت ايه؟ انت اللي مش محترم، وكنت قاعد مع السكرتيرة. وانتي مالك تدخلي تفضحيني كده قدام الناس؟ وايه حل شعره دي؟ اطلعي برا. انت بتطردني؟ بطردك، وخدي في ايدك المحترم بتاعك. سابته ومشيت ورجعت البيت. كانت بتفكر في كلامه وطريقته، وبعدين قعدت مع باباها. حبيبي، ممكن اطلب منك طلب صغير؟ اكيد يا حبيبتي. ممكن توافق على كلام اهل حسن واتجوز انا وهو بعد الامتحانات؟ بس عمك مش موافق. انا مش عايزة اقعد هنا لو سمحت، وبعدين ولاد عمي عمالين يقللوا منه وانا زعلت قوي. طيب هتكلم معاه في الحوار ده. وبالليل كانت قاعدة في الجنينة بتفكر في اللي حصل، فأحمد جه وقعد جنبها. زعلتي من زين؟ معلش، أنا اللي غلطان. وانت ذنبك ايه؟ ذنب كبير، عشان أنا اللي قلت تروحوا الشركة، وزين مش بيحب شغل يتقلب لعبة. أقولك على حاجة يا أحمد؟ قولي. أنا في يوم كنت بحب زين أكتر من نفسي. لما كان بيسافر ليك أنا كنت بقعد أعيط ليالي، بس دلوقتي أنا بقيت بكرهه. زين كان واقف وسمعها وهي بتقول لأخوه كده، فراح وقعد جنبها. أنا آسف. انتوا ليه بتقللوا من الشخص اللي أنا بحبه؟ أنا خلاص أخدت قرار إني هتجوز حسن. هو ما يستاهلش واحدة زيك. يا أحمد لو سمحت كفاية بقى، أنا مش عايزة رأيكم في أي حاجة، ودلوقتي خلاص فرحنا هيتحدد قريب. وقفت وسابتهم، وفعلا باباها وافق وعرفهم كلهم. زين كان قاعد وسرحان، وبعدين راح يشوفها لقاها قاعدة ساكتة، فقعد قصادها. بتفكري في ايه؟ مش في حاجة. انت عامل ايه يا عروسة؟ أنا خايفة أوي يا زين، خايفة في يوم أقول لحسن كلمة تجرحه بسببكم. واحنا مالنا بقى؟ انتوا بتقعدوا تقللوا من شأنه قدامه، وأنا واحدة ودانية قوي. ما تقوليش على نفسك كده يا زين بقى، عشان خاطري اسكت. بتكرهيني ليه؟ عشان مش عشان حاجة، بس أنا مش برتاح ليك خالص، وبحس إني لما بشوفك بتضايق أكتر. ليه برضو؟ راجع نفسك لوحدك يا زين. قالت كده وحاولت إنها تغير الكلام، وهو كان عارف هي بتكرهه ليه. فجأة قال لها: طالما بتكرهيني فأنا بحس إني لسه في الأمان. إيه؟ لأ بقى، ده أنا أدفع نص عمري عشان أفهمك. ضحك ومردش عليها، وبعدين فجأة سمع صوت صراخ. راحت علشان تشوف في إيه، لقوا باباها واقع على الأرض، وبسرعة أخدوها على المستشفى. كانت بتعيط جدا، وزين قعد قصادها. انتي بتفولي عليه بإيه؟ العياط جاي، اسكتي دلوقتي. انت بتقول ايه؟ حرام عليك. ما بصراحة انتي مش طبيعية، وانا قضيت منك يا شيخة. المفروض اعمل ايه وبابا تعبان وفي المستشفى؟ تقعدي تدعي ليه وتطمنيها عليك انك قوية. خليك سترونج. لا سترونج ولا نيلة، انا عظمي بيوجعني اصلا. ضحك وهي كمان، وبعدين دخلوا يطمنوا على عمه اللي كان بيبص عليها وهي عيطت فجأة. فزين زقها وقفل الباب. شفتي يا عم المشاكل بتتحل ببساطة ازاي؟
افتح يا زين، افتح يا زين، ربنا ياخدك لو ما فتحتش. عندنا مريض وعايزين هدوء لو سمحتي. مريض في دماغك يا أخي، زعقله يا بابا. خلاص يا زين دخلها يا ابني. لا مش هدخلها غير لما أقولك حاجة ولازم تسمعني. عمي أنا عايزة أتجوزها، أنا عايز رهف، وانت وضعك ده بصراحة جالي على طبق من دهب. اعمل نفسك بقى بتموت وقول لها اتجوزي زين. زين انت من امتى وانت مش طبيعي كده؟ بقيت بتكلم زي بنتك. انا حاسس كده اني بقيت عبيط زيها جدا يعني. دي حقيقة يا ابني ولازم تعقل تاني، لان بنتي حبها بورس. وبعدين ما تقلقش، انا خليها تحبني. انا وافق بقى يا عمي وساعد ابن اخوك الغلبان. بحبك وانا بحبك، بس لا تمام، ما انا لو ابنك ما كنتش رفضت ليا طلب. على العموم تشكر. بدأ إني يكح وهو فتح ونده على الدكتور، فرهف زعقت لي. عملت ايه؟ رد عليا، بابا تعب ليه؟ الله وانا مالي، انا ماشي مروح. زين استنى يا ابني، عايز اقول لك حاجة مهمة. قالها عمه بتعب وهو راح قصاده. انجز عشان ورايا اجتماع. خسيس، بس خد بالك من رهف يا زين، دي زي اختك. لا دي مش اختي، انا ما عنديش اخوات بنات. رهف تعالي يا حبيبة بابا عندي هنا. راحت لعنده وكانت بتعيط جدا. خليكي جنب زين يا رهف، هو الوحيد اللي يقدر يحمي لحمه يا بنتي. انا هتجوز الشهر الجاي. صباح الفل. صباح النور يا بنتي. اسمعيني، زين اولى بيك من الغريب، والوحيد اللي هحس بطمأنينة لما تتجوزيه. زين ما بينه وما بين نفسه. يحيى العدل. ايوه بقى اديله يا عمي، برافو عليك. كانت حاسة نفسها في دراما، وباباها بدأ يتكلم بمسكنة لحد ما قعدت على طرف السرير. لو زين موافق أنا موافقة. اللي تشوفه يا عمي، المهم تموت وانت مرتاح. اطلع بره يا كلب. كانت سرحانة ومش واخدة بالها إن باباها فجأة بقى كويس. أما عن زين راح لأحمد ووقف قصاده. هتقولي هاتوا الشركة واعمل ونيل، أنا هو جبتها في منت. عملت ايه؟ هقولك. حكى ليها على كل اللي حصل، وأخوه فضل يضحك عليه وما كانش مصدق إنه يعمل كده. رهف اتكلمت مع حسن وكانت بتعيط علشان خايفة تكون ظلمته، فحسن فهم الوضع وسكت. رجعت البيت وأول لما شافت زين زعقت فيه. انت وافقت ليه؟ انا قلت يسألك علشان ترد. انا مش عايزة اتجوزك يا زين، بس انا عايزة اتجوزك، واظن ان ده سبب كافي. انت فاكر انك في يوم من الايام رفضتني؟ لا مش فاكر الصراحة، بس مش عارف هو حصل حاجة زي كده بينا اصلا. زين انت بتنافق على مين؟ انا عايزاك سبب واحد بس يخليك تقول بطنه بتوجعه فقال مش كده يا زين؟ قالها أحمد فجأة بهزار. تصدق يا أحمد، صح كلامك. انتوا الاتنين انا مش عايزة اتجوز واحد فيكو، فاهمين ولا لأ؟ انتي الطولي اصلا، ده احنا بنديكي زين على طبق من دهب. ما ردتش عليه وراحت علشان تنام وكانت بتعيط. تاني يوم لقيت باباها جه من المستشفى مع زين وقال لهم كلهم إن زين هيتجوز رهف. كانت قاعدة مش بتتكلم، فزين راح لها. رهف هو جوازنا مزعلك للدرجة دي؟ أيوة أنا مش عايز تزعلي، بس أنا زعلانة فعلا. اخبطي دماغك في الحيط، برضه هتجوزك وعندي فيكي. اتصدمت منه وقفت زعقت فيه. انت اللي تخبط دماغك في الحيطة، فاهم؟ عيب كده، لازم تحترمي قرة عينك. قرة ايه؟ ده انت مش قرة عيني، ده انت عيب كده. انا زينو اخوك الكبير. يا قليل الادب، في اخ في الدنيا يحب اخته؟ اخصى على الاخلاق اللي انحضرت بسببك انت وامثالك. المهم انا قلت لعمي انك اقلمتي نفسك، فرحك بعد شهر، وبعدين ولا قبلين هنتجوز بعد شهر. لا قالتها بغيظ فهو ضحك. احلى عروسة دي ولا ايه؟ زين هو انت بتتكلم بجد؟ انا وانت مستحيل. لا فاكرة لما جيتي وقعدتي جنبي؟ يعني الواحد غلطان انه بيحقق ليكي احلامك. مش عايزة احلامي تتحقق مع واحد زيك، ما ينفعش تتحقق غير عن طريقي، ولا ايه رأيك؟ ما ردتش عليه، واللي غزها اكتر انه كان بيتفق مع باباها عن كل حاجة وهو مبسوط. جه المأذون وكتبوا الكتاب في يوم وهي اصلا ما كانتش مركزة في اي حاجة. خلصوا وزين كان بيضحك وراح لعندها. يا حلوة يا صغننة، عايز ايه يا زين؟ واخرة القرف اللي بيحصل ده ايه؟ قرف؟ مش معقول، اكيد ما تقصديش جوازنا بكلمة قرف. لا اقصدها يا زين، ومش فاهمة ايه قلة الكرامة اللي توصلك للمرحلة دي. هغنيها ليك يعني؟ انا مش عايزاك ولا بحبك يا زين، انا بكرهك ومن زمان كمان. ولما كنت بتاخد الامر بضحك خليني اقولك انه ما يضحكش ابدا. عارف ليه؟
عشان أنا بحب أحمد. أحمد؟ أيوة، ده اللي أنا عرفته. فاكر لما كنت معجبة بيه أنا كنت خلاص يا رهف. هو إيه اللي خلاص؟ أنا بحب أخوك، لو عندك كرامة بقى طلقني، خلينا أخلص من الجوازة دي. ما ردش عليها وراح يقعد مع أحمد. عمه جه يتكلم معاه وهو حدد كل حاجة، وفي لحظة الترابيزة اتقلبت عليها وما عادش بيتكلم معاها نهائي. وفي يوم دخلت أوضته وفضلت تزعقله. انت بجد عايزنا نسيب المكان هنا؟ ايوه، وده اللي هيحصل. لا انت اكيد مش طبيعي. وفين رأيي؟ اعتقد ان بوجودي رأيك مش مهم نهائي. انا خلاص اشتريت بيت لينا. زين، انت رايح تتجوزني انا، مش تتجوز نفسك. جواز مؤقت عشان خاطر عمي وبابا والعيلة كلها. هتفرح يعني لما ابقى مطلقة؟ كان ايه لازمة ده من الاول يا زين ووجع القلب ده كله؟ اطلعي بره بقى، انا مصدعة. ده انا هجيب ليك صداع في دماغك اكتر. طلقني يا زين الدقيقة دي حالا يلا. ساب لها الأوضة وخرج وهي كانت بتصيح. وفي يوم من الأيام، أنا عايزاكم في موضوع مهم جدا، ممكن نقول حياة أو موت. خير يا بنتي؟ أنا عايزة أطلق يا بابا. أنا مش عايزة نكمل في الجوازة دي. أنا مش بحب زين ومش عايزاه. عشان غبية. أحمد لو سمحت ما تدخلش في اللي ملكش فيه. زين وقف وأخدها وخرج على برا، زقها في العربية وركب هو وساق بيها لبيتهم. كانت عمالة بتزعق لي. أنا مش عايزة أروح معاك في حتة، وأنا مش عايزة أسمع صوتك، فاهمة؟ يا إما هرميك من العربية وهي ماشية. ما أنت حيوان وتعملها، مش جديدة عليك. ماشي يا رهف. وصل البيت ودخل وقفل عليهم، فبصت ليه بحدة. استفدت إيه يعني دلوقتي؟ مش هتقدر تقنعني بأي حاجة جديدة. أنا لسه مش عايزاك. وأنا كمان مش عايزك، بس في حاجات عايزك تعرفيها. حاجات إيه؟ اطلعي ارتاحي واهدي، وبعد أسبوع هرجعك بيت أهلك وأنا مطلقك. طيب أما أشوف هتستفاد إيه من الأسبوع ده. أنا معاك للآخر. طلعت فعلا علشان ترتاح، ولقيت هدوم كتيرة جدا في الأوضة اللي قالها عليها. غيرت ونزلت لقيته بيحط لها الغدا. مساء الخير. مساء النور على البنور. أيوة، يعني أنت عايز إيه؟ عايزك تقعدي ناكل. قعدت فعلا. فجأة شافت فراشات، قامت ومسكت واحدة وكانت بتضحك وبتطيرها. بطلي عبط وتعالي كلي. أنا بقول برضو اللي زيك لازم يحب واحدة كاريزما وناضجة، صح؟ وبعدين؟ طلقني وروح للي عايزها. ملك على عرش قلبي. انت بتقول ايه؟ أنا مش فاهمة. ما ردش عليها وقعدت تاكل، وبعدين راحت تقعد مع نفسها وتلعب في التليفون. فقعد هو في المكتب. بعد شوية راحت وخبطت. انت يا ابو طويلة، انا زهقت وعايزة حمار يقعد معايا فاطلع. اطلعي نامي يا رهف، الوقت اتأخر. خلاص خلينا اروح. مش مروحة ولا متنيلة على عينك، فاهمة؟ فتحت باب الجنينة وطلعت بره البيت كله ورجعت على بيتها، وهو فضل يدور عليها ملقاهاش، وده اللي خلاه يتضايق منها. رجع على بيت عمه ودخل ينادي عليها. انت اللي اسمك رهف، انت فين؟ عايز ايه؟ اسبوع واحد قلتلك تستحمليني فيه ما قدرتيش. ايوه فعلا ما قدرتش. مش واخد بالك بقى اني ما قدرتش اقعد معاك يوم على بعضه؟ يبقى هكمل حياتي معاك ازاي؟ يعني ده رأيك الأخير؟ ايوه. اخدها وقعدوا في الجنينة وهي كانت عايزة تقوم لكنه ثبتها مكانها. اقعدي نص ساعة وبعد كده لو شفتيني لف وشك عني، فاهمة؟ ما عادش بيني وبينك قرابة ولا صداقة ولا أي حاجة. اتفضل صدعني واقعد اقرف فيا. بتكرهيني بجد يا رهف؟ ايوه. قبل 4 سنين لما جيتي واعترفتي ليا بحبك، أنا كنت عايزة أقولك إني بحبك أكتر. كنت عايزة أقولك إني مبسوط وإنك حاجة كبيرة قوي ليا. كنت عايزة أقولك إنه... سكت وهي بصت له باهتمام. مش قادرة تقعدي معايا يوم واحد، صح؟ تمام. المهم أنا قلت لأ، ما ينفعش، لسه صغيرة وفي مراهقتها. أنا كده بظلمها معايا وهخليها في نضجها ما يبقاش قرارها وغصب عنها هتحبني أنا. بس أنا اسمعي للآخر، لأن خلاص وقت كلامي خلص. يوم كاتب الكتاب أنا كنت جاية أقولك إني غيرت عليكي في كل لحظة زعقت فيها ليكي. غيرت عليكي من أحمد ومن الدنيا كلها. عارفة ليه؟ عشان أنا بحبك يا رهف. في اللحظة دي ما قدرتش إنها تمسك دموعها أكتر من كده، نزلت من عيونها بغزارة. ما تزعليش، طلع فعلا مفيش نصيب. أنا اتكلمت مع باباكي وأنا كنت السبب في إن باباكي يمثل التعب ويقول إنه عايزنا نتجوز. ضغطت عليه عشانك يا رهف. ودلوقتي بص لها بجدية فرفعت عيونها وبصت له. انت طالق يا رهف. قال كده ووقف وخرج من البيت كله، وهي فضلت تعيط. بس كان خلاص قفل الحكاية.
فكرة الجنان من الأول اللي حصل ما بينهم، وفهمت كل التصرفات اللي ما كانتش مفهومة. وكمان أحمد قال له إنه اللي بعتهم للشركة عشان أخوه، وكانوا ناويين على تصرفات مش كويسة، بس هو بوظ الدنيا. راحت ليه البيت اللي كانوا فيه ووقفت تخبط عليه. زين افتح لي لو سمحت، أرجوك افتح يا زين. فتح زين الباب وبصلها. امشي يا رهف لو سمحتي، احنا محتاجين نتكلم. أنا بجد أسفة، ما قصدش كل اللي عملته معاك. ما عملتيش حاجة. زين انت مش قلت اني ملكة على عرش قلبك؟ هو ده نتيجة كلامك يعني الطلاق؟ طب مش هتسألني بكرهك ليه؟ طيب افتكر لما كنا قاعدين وقلت لي طول ما انت بتكرهيني انت في امان. رهف أنا بحبك. وانا كمان بحبك قوي يا زين. بس أنا عايز فترة، فلو سمحتي امشي. أنا مش عايزك الفترة دي، وحاسس إني اكتفيت منك ومن كلامك. أقولك روحي لأحمد، جايز يفيدك عني. احمد؟ انا على فكرة قلت اسمه عشوائي وقتها وخلاص. الاسم العشوائي اللي قلتيه يا رهف خلاني مش قادر نفضل في البيت. انت مفيش عندك اي ثقة فيا، وفي لحظة بتقلب الدنيا عليا. زين انا اسفة عشان جيت هنا. يعني ايه؟ يعني خلاص كل حاجة بينا انتهت. قالت كده وسابته ومشيت، وهو قفل بابه عليه من بعد ما قدر يقفل الصفحة دي خالص. وعدى على الحال ده سنة كاملة وهما الاتنين مش بيكلموا بعض، وانفصلوا كمان في البيوت لأنه عاش لوحده. وفي يوم كانوا قاعدين على السفرة وبتلعب في الأكل. أحمد أنا عندي مشروع غلس في الشغل، ممكن تساعدني فيه؟ مش فاضي. أحمد لو سمحت، هو أنت بتكرهني ليه؟ أنا مش أختك؟ لا مش أختي. سابت الأكل وقامت خرجت وهي زعلانة من طريقته، فراح وراها وقعد جنبها. وبعدين معاكي امتى تيجي تشتغلي في شركتنا؟ أنا مش عايزة أشوف أخوك. ليه؟ مش انتوا بتحبوا بعض لسه؟ خلاص بقى كفاية، سنة كاملة وانتوا الاتنين مش بتشوفوا بعض حتى صدفة. كده أحسن لينا يا أحمد. المهم هتساعدني؟ واخدة بالك اني بساعد شركة منافسة بسببك؟ ضحكت وفجأة لقاها بتعيط وصعبت عليه، وفعلا ساعدها وراحت تقدم المشروع. فالمدير قال جاي في صفقة هتلقلنا نقلة تانية خالص يا رهف. بالتوفيق يا فندم. اسمعي الكلام للآخر، لما تبقى بين شركتين مشتركين علشان النجاح يبقى أكبر فهكون شاكر. اتكلمي مع ابن عمك الباشمهندس زين يدخل معانا. مش معقول لأ. هيبقى فيها ترقية كويسة جدا ليكي، وهمسكك قسم كامل. بجد؟ قالتها بصدمة، وبعدين راحت تتكلم مع أحمد. أول لما بشوف رقمك بعرف إنك عايزة مصلحة. قلت إيه بقى؟ الموضوع مش عندي، الموضوع عند زين. لو شايفة إن الترقية عندك أحسن من كرامتك اتفضلي. منك لله يا أحمد، بكرهك. نفس كره زين؟ لا، طريقة كره لزين مختلفة خالص، حاجة كده ما حصلتش قبل كده. ضحك وهي قفلت السكة في وشه وقعدت تفكر، وفجأة قامت وقفت في مكانها. تبا للكرامة، دي ترقية يا ناس. رنت على أحمد وعرفت إن زين رجع على بيته. أخدت العرض من المدير وراحت على بيته، وأول لما شافته افتكرت إن ده كان المكان اللي المفروض يكون بيتهم، فعيطت. قعدت في الحديقة شوية علشان تهدي نفسها، وبعدين قامت وخبطت على الباب. فتح زين واستغرب لما شافها بعد سنة كاملة. أهلا وسهلا، اتفضلي. أهلين بيك. دخلت وقعدت، وبعدين قدمت الملف ليه. أنا جاية بقدم لحضرتك عرض علشان تدخل معانا الصفقة المشتركة. في البيت؟ غريبة، بس خليني أقولك ممكن أفكر. أنا عايزة رد هنا قبل ما أمشي. لا، اتفرج على العرض الأول. مش عايز أي عروض، أنا أدخل لوحدي. أنت بتطردني بالذوق؟ في حد يطرد حد من بيته؟ لو بيتي ما كانش صاحبه جرحني بالكام يوم ما كنت ناوية أسكنه. التصرف الصح في الوقت الغلط بيكون برضه غلط. على العموم عدت، واللي بينا كمان عدى هو كمان. تمام مشكور. بعد إذنك هسيب الورق، وياريت تفكر في الموضوع. كانت لسه هتقوم وتخرج نده عليها. رهف. نعم. أنا لسه الشخص اللي واقف عند الباب وبيتكلم معاكي، ولسه انتي رهف بنت عمي، البنت اللي ساكنة على عرش قلبي. وأنا لسه البنت اللي سابت قلبها مكسور قدام بابك يا زين. خرجت وهي بتعيط ورجعت على البيت وفضلت قاعدة سرحانة. وبالليل لقت زين لأول مرة يجي البيت بتاعهم وحط الملف قصادها. أنا قرأت العرض وكويس، بس في بند عايز يضاف، أو الأصح بندين. ممكن تروح تتكلم مع مدير الشركة، أعتقد هو مش هيرفض ليك طلب. بس الطلب ما يخصش مدير شركتك يا رهف، يخصك انتي. عايز ايه؟ اسمها عايز ايه؟ تمام، أنا عايزك انتي.
الأول تحبيني والتاني تقبلي ترجعي ليا يا رهف. حلوة، بس أنا لسه زعلانة منك، وأنا لسه بحبك، وأنا موافقة. ضحكوا هما الاتنين سوا، وبسهولة اتصافى اللي ما بينهم. ضربته رهف بالملف في وشه. حضرتك كنت مستني أي مبادرة مني صح؟ مش بالظبط يعني، بس ممكن تقولي حاجة زي كده. مين زعل التاني أكتر؟ مين حب التاني أكتر؟ والله العظيم إن أنا. ضحك التاني ورجعت تعيط، فطلع منديل واداهولها. أنا آسف يا ستي، وبحبك فوق كل حاجة. وأنا كمان يا زين بحبك قوي. وطبعا هما الاتنين كانوا ندمانين على إنهم ما أخدوش الخطوة دي من سنة فاتت، بس كل حاجة في وقتها حلوة. ويوم الفرح كانت لابسة الفستان وبتضحك، فقرب منها. عايزة أقولك سر. قول. أنا اللي كنت بعمل ليك المشاريع الفردية، وأنا اللي كلمت المدير بتاعك علشان يرشيكي بالترقية. أنت بتتكلم بجد؟ أيوة، كنت عايز بس أي إشارة منك. ولقيتها يعني؟ طبعا، وهو واقفين. أنا عايزك تعرفي إني حبيتك حب عمر ما حد حبه ليكي. كنتي وبقيتي ملكة على عرش قلبي الزين. بحبك. وأنا بحبك أكتر يا زين. فكرني بحبه، وأنا بالله أبيع الدنيا وما فيها عشان تجمعني لحظة معاه. جناب الحلو يتشرر ويعمل كل ما بداله، ويطلب لو عينيا تكون مسافة السكة جياله. ويعني أنا عندي كام سكر مفيش في الدنيا أمثاله. مراحل اكتمال قمري بضي وبدر وهلاله. ولحد هنا بتخلص قصتنا يا حبايب قلب بسمة. أتمنى إنها تكون عجبتكم. لو عجبتكم فرحوني وفرحوا قلبي باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. ومع السلامة في قصة جديدة.